السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. في حالات معينة بيكون المولود نازل ضعيف شوية، وبالتالي ما بيكونش قادر يقف على رجليه، او مش يعني ممكن يكون نايم في الارض خالص. المولود ده كان نايم في الارض خالص وسقعان، بيرتجف تماما، مش قادر يتحرك، وبالتالي فهو مع انخفاض درجة حرارة جسمه بعد دقائق ممكن يموت. ولكن انا ولعت جنبه بس شويه نار، تمام. فبدأ جسمه يسخن شويه، فبدأ ان هو يفوق يقعد بعد المكان نايم خالص في الارض. بدأ ان هو يفوق يقعد، لكن ما هوش قادر ان هو يقوم على رجليه برضه، بحيث ان هو يقدر يمسك حلمة امه ويبدأ الرضاع. وبالتالي هعمل ايه؟ هبدأ ان انا احلب امه. يعني اول حاجة تحاول تظبط درجة حرارة المولود اللي حالته زي كده. هو ده كان نايم خالص، ما كانش بيتحرك خالص. اول حاجة لما ولعت جنبه درجة حرارته اتظبطت، وبالتالي فهو بدأ يفوق. هو كده فايق خالص تمام التمام وعاوز يقوم، لكن هو لسه مش قادر يقوم. اول حاجة ما تتأخرش عليه بالسرسوب. طبعا السرسوب قبل كده قلنا الانبوب المعوي، ان انت بتدخل الانبوب لفم الحيوان من جوه، وفي ممكن تركب برضو حتة حاجة بسيطة كده من جهاز المحلول كده، او نص كده كمان، بحيث ان انت لما ترضعه السرسوب اللبن ما ينزلش من بقه بره، لان هو ممكن ما يستجيبش في الرضاعة من السرنجة. ولو انت تقدر ترضع بببرون عادي خالص، ولكن هو دلوقتي ما هوش قادر يقف يمسك حلمة امه، ولما بمسك له امه برضه ما بيرضاش يرضع. فبحاول بس ما اتاخرش عليه بلبن السرسوب، بحيث درجة حرارة جسمه ما تنزلش تاني. لكن السرسوب هيديله طاقة وهيخلي الدورة الدموية تشتغل عنده، وبالتالي فرصة نجاته هتكون اكبر ان شاء الله. طبعا بعد ما حلبت امه، حلبت شوية من لبن السرسوب حوالي 20 سنتي، اديته منهم شوية، ما شاء الله برضو اتحسن بعض الشيء يعني، تمام. وهبدأ برضو بعد نص ساعة اديله كمان اهوت شوية، وان شاء الله يتحسن اكتر. طبعا ميزة الوصلة الصغيرة ديت انها بتساعد ان انت سن السرنجة بيكون خارج بقه خالص، وبالتالي كتير من الحليب بينزله خارج بقه. لكن ديت بتكون سهلة خالص لما بتدخلها من الجنب كده، خلها من الجنب وبتبدأ تفضي، بيكون الموضوع سهل جدا. طبعا المولود ده هبدأ النهارده باذن الله من اخر النهار هديله فيدروب بشري. فيدروب ده فيتامين د، هيساعد يعني بيعالج الكساح وكده عند الاطفال، وبالتالي فهيساعد معاه ان هو يقدر يقف على رجليه. هديله فيدروب بشري. دلوقتي برضو بدأ يعني المحاولات برضو افضل الحمد لله. يعني حضراتكم شايفين بعد المرة التانية بدأ ان هو يحاول يقوم على رجليه، وان شاء الله يعني النهاردة على اخر نهار يكون واقف على رجليه، ويكون يمسك ضرع امه، ويكون حالته تمام التمام بإذن الله. طبعا دي المرة التالتة اللي بحلب له فيها، وبحلب شوية صغيرين بشوية صغيرين، 10 15 20 سنتي،
كل ما ترضعوا اكتر في فترات صغيرة يكون افضل. تمام. طبعا انا هديله كمان مرة، وبعد كده هبدأ اديله شوية من الفيدروب البشري. طبعا الفترة دي عدت حوالي 6 ساعات. خلال ال6 ساعات دولت لو سبته من غير ما يرضع لبن السرسوب اكيد هيكون مات، لان درجة حرارته كانت منخفضة جدا وكان بيرتعش مش قادر. تمام كده هو يعتبر 6 ساعات خد حوالي تقريبا 60 سنتي من لبن السرسوب. هبدأ بقى بعد كده اديله فيدروب، هديله 5 نقط فيدروب فقط لا غير. تمام. مع الاستمرار لو هو فضل ما رضعش من امه، مع الاستمرار ان انا ارضعه بالسرنجة دي وبالوصلة ديت، وصلة بسيطة خالص بس ان شاء الله طالما في تحسن ان شاء الله خير. يبقى انت كده رقم 1 تعدل درجة حرارته ما شاء الله اهوت بعد ما رضع اهو وقف ما شاء الله ما شاء الله. كده تمام اهوت الحمد لله رب العالمين. كل ما بتديله لبن سرسوب كل ما بتديله طاقة ان هو يقف على رجليه. حتى هو كده ممكن يتحسن من غير فيدروب، لكن انا هديله فيدروب على سبيل الاحتياط، وفيدروب بيكون 5 نقط فيدروب بشري فقط لا غير. تاني يوم النتيجة 10/10 الحمد لله رب العالمين. ده اللي عاوزت اوضحه لحضراتكم النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناة، ولو مشترك تفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.